النهاردة هنبدأ رحلة مختلفة شوية. رحلة جوه كتاب بيشوف تاريخ البشر من زاوية ما تعرضتش قبل كده. الكتاب اسمه سيبينز، تاريخ مختصر للنوع البشري، وكتبه يوفال نوا هيراري. الكتاب ده مش بيحكي حكايات ملوك ولا حروب، ومش بيقف عند تواريخ وأحداث محفوظة. الكتاب ده بيحاول يعمل حاجة أعمق بكتير، إنه يفهم الإنسان نفسه. إحنا مين؟ وبقينا كده إزاي؟ وإزاي نوع عادي جدا من الكائنات اسمه هومو سيبينز قدر في فترة قصيرة بالمقارنة لعمر الكوكب يبقى الكائن المسيطر على الأرض كلها. لو رجعنا بالزمن عشرات الآلاف من السنين، هنلاقي إن الإنسان ما كانش مميز قوي. كائن ضعيف جسديا، مش أسرع من باقي الحيوانات ولا أقوى، ولا عنده أنياب أو مخالب. لكن النهاردة احنا غيرنا شكل الكوكب، غيرنا البيئة، غيرنا مصير كائنات تانية، وصلنا لمرحلة بنفكر نغير نفسنا بيولوجيا. السؤال هنا، ايه اللي حصل في النص؟ هيراري مش بيحاول يقولك ايه اللي حصل بس، هو عايز يفهم ليه حصل، وازاي الأحداث دي أثرت على طريقة تفكيرنا وعلى نظرتنا للعالم، وعلى إحساسنا بالسعادة وشكل حياتنا النهاردة. هيراري مؤرخ وأستاذ جامعي متخصص في تاريخ العالم وتطور الإنسان. خد الدكتوراه من جامعة أكسفورد، ومن بعدها ركز شغله كله على سؤال واحد تقريبا: إزاي نوعنا البشري تطور بالسرعة الجنونية دي. هيراري مش مؤرخ تقليدي، مش بيبص على التاريخ كأحداث خلصت. هو شايف التاريخ كعملية مستمرة ليها تأثير مباشر على الحاضر، وممكن جدا كمان تشكل المستقبل. عشان كده طريقته مختلفة. هو بيجمع ما بين التاريخ والعلوم والفلسفة وعلم الاجتماع والنفس، وبيطلع في الآخر برؤية شاملة للإنسان، مش بس ككائن عايش، لكن ككائن بيفكر وبيؤمن وبيخترع قصص وبيعيش جوه معاني هو نفسه اللي خلقها. هيراري مش بيقدم الكتاب كأنه كتاب تاريخ عادي، هو أقرب لرحلة فكرية، رحلة بتخليك تسأل نفسك أسئلة مش مريحة، زي مثلا: هل إحنا فعلا أسعد دلوقتي من زمان؟ هل التقدم اللي حصل ده خدم الإنسان ولا خلاه أكتر قلق وتوتر وضغط؟ هل العلم والتكنولوجيا حسنوا حياتنا ولا بس زودوا من سرعتها؟ وهنا بتظهر الفكرة الأساسية للكتاب. سيبينز مش بيحكي قصة التقدم بالمعنى السطحي، مش بيقول إن كل مرحلة جديدة كانت بالضرورة أحسن من اللي قبلها. بالعكس، في مراحل كتير هيراري بيشوف كأنها صفقات خسرنا فيها أكتر من مكسبنا. الكتاب قايم على فكرة إن تاريخ البشر اتشكل من خلال 3 ثورات كبيرة: ثورة الإدراك، الثورة الزراعية، الثورة العلمية. كل ثورة من دول غيرت طريقة تفكير الإنسان، وغيرت علاقته بالعالم، وغيرت شكل حياته اليومية. والكتاب بيحاول يورينا إن اللي بنعتبره طبيعي النهاردة هو في الحقيقة نتيجة قرارات قديمة جدا، وأفكار اتبنت فوق أفكار، وقصص صدقناها وكملنا عايشين جواها. من أهم الأفكار اللي بيطرحها هراري إن الإنسان مش بس كائن بيعيش على الأرض، ده كائن بيعيش جوه قصص. قصص عن الدين، عن الدولة، عن القانون والفلوس والهوية. الحاجات دي كلها مش موجودة في الطبيعة. مفيش فلوس في الغابة، ولا دول، ولا حقوق إنسان. لكن لأنها قصص مشتركة، قدرنا نتعاون مع بعض بأعداد ضخمة، ونبني حضارات كاملة مبنية على القصص دي. الكتاب كمان مش واقف عند الماضي. هيراري بيربط دايما بين اللي حصل زمان واللي بيحصل دلوقتي واللي ممكن يحصل بكرة. بيتكلم عن البيئة، وعن انقراض الكائنات، وعن الذكاء الصناعي والهندسة الوراثية. سيبينز مش كتاب بيدي إجابات جاهزة، هو كتاب بيطرح أسئلة، وبيخليك تشك في مسلمات كنت فاكرها بديهية. هو كتاب عن القوة، وعن الوهم، وعن المعنى، وعن التمن اللي دفعناه عشان نوصل للي احنا فيه. مع كل فصل تبدأ تحس إن السؤال مش احنا وصلنا فين، لكن ايه اللي خسرناه واحنا في الطريق. النقطة الأولى: ثورة الإدراك. من حوالي 70,000 سنة حصل تحول من أخطر وأهم التحولات في تاريخ الإنسان. تحول ما كانش واضح وقتها، ولا كان مصحوب بثورة شكلية ولا نار نازلة من السماء. هيراري بيسمي التحول ده ثورة الإدراك، اللحظة اللي فيها هومو سيبينز بدأ يفكر بطريقة مختلفة. قبل كده
البشر كانوا مجرد نوع حيواني من ضمن أنواع تانية كتير، عاشوا جنب حيوانات مفترسة أقوى منهم، وكانوا أضعف جسديا وأبطأ وأقل حماية. ما كانش فيه أي حاجة تقول إن النوع ده هو اللي هيكسب في الآخر. كان في أنواع بشرية تانية موجودة في نفس الوقت زي النياندرتلز، وكانوا في نواحي كتير أقوى جسديا من هومو سيبينز. لكن اللي حصل بعد كده غير ميزان القوة تماما. ثورة الإدراك ما كانتش طفرة واحدة واضحة، لكن سلسلة تغييرات حصلت في المخ البشري خلت الإنسان يكتسب قدرات جديدة تماما، وأهم قدرة فيهم كانت الخيال. قبل كده اللغة كانت وسيلة بسيطة للتواصل، تحذير من خطر، طلب أكل، أو تنسيق صيد. لكن بعد الإدراك اللغة اتغيرت جذريا، بقت لغة بتوصف حاجات مش موجودة قدام، وأحداث ما حصلتش لسه، وأفكار مش ملموسة. لأول مرة في التاريخ الإنسان قدر يتكلم عن المستقبل، يحكي قصة، يخترع معنى، وده كان التحول الحقيقي. اللغة الجديدة دي ما كانتش بس لنقل المعلومات، كانت وسيلة لبناء عالم كامل من الأفكار المشتركة. هراري بيقول إن أعظم ميزة للبشر مش القوة الجسدية ولا الذكاء الفردي، لكن القدرة على التعاون بأعداد ضخمة. والقدرة دي جاية من إننا بنؤمن بنفس القصص. قصص زي إن في إله بيراقبنا، إن في دولة اسمها مصر أو فرنسا، إن في قانون ولازم نمشي عليه، إن الورقة دي اسمها فلوس وليها قيمة. كل الحاجات دي مش موجودة في الطبيعة، لكن لأنها قصص اتفقنا نصدقها قدرت تجمع ملايين البشر حوالين فكرة واحدة. الحيوانات التانية تقدر تتعاون لكن في حدود صغيرة جدا، قبيلة صغيرة، قطيع محدود. لكن البشر يقدروا يتعاونوا مع ناس عمرهم ما شافوهم قبل كده، عشان بس بيؤمنوا بنفس الفكرة. وده كان سر القوة. بعد ثورة الإدراك البشر بدأوا يطوروا طرق صيد جديدة، استراتيجيات أذكى، كمائن، تخطيط مسبق. بدأوا يخترعوا أدوات أحسن، ويستخدموا النار بمهارة أكبر، وينقلوا المعرفة من جيل لجيل عن طريق القصص. وده اللي نقل الإنسان من مرحلة البقاء لمرحلة التفوق. هراري بيشرح إن قبل ثورة الإدراك الإنسان كان عايش يوم بيوم، النهاردة ناكل وبكرة نشوف. لكن بعد ثورة الإدراك بدأ الإنسان يبني خطط طويلة المدى، يخزن، ينظم، يفكر في بكرة. وهنا حصل الفرق الكبير. واحد من أهم الأمثلة اللي بيستخدمها هيراري هو العلاقة ما بين هومو سيبينز والنياندرتلز. النياندرتلز كانوا موجودين قبلنا في أوروبا، أقوى جسديا، مخهم حجمه أكبر، وعندهم أدوات زينا، لكن عاشوا في مجموعات صغيرة وتعاونهم كان محدود. لما الموارد قلت والمنافسة زادت، هومو سيبينز قدروا يتكاتفوا في شبكات أكبر، ويشاركوا المعرفة، ويغيروا الاستراتيجيات بتاعتهم بسرعة. النياندرتلز مقدروش يعملوا كده، والنتيجة كانت انقراضهم، مش لأنهم أغبى لكن لأنهم ما كانوش جزء من شبكة خيال جماعي. وده يورينا إن ثورة الإدراك مش مجرد تطور في الذكاء، لكن تطور في طريقة التفكير الجماعي. بعد الثورة دي المجتمع البشري اتغير جذريا، بدأت تظهر ثقافات مختلفة، طقوس، معتقدات، هويات. كل مجموعة بقت ليها قصتها الخاصة بيها عن العالم، قصة عن الخير والشر، عن الصح والغلط، عن الحياة والموت. والقصص دي بقت أقوى من الواقع نفسه. الإنسان بقى مستعد يموت عشان فكرة، عشان إله، أو عشان وطن. وده شيء مفيش أي كائن تاني بيعمله. ثورة الإدراك خلت الإنسان يطلع بره منطق الغريزة. الحيوانات بتتحرك بدوافع الجوع والخوف والتكاثر، لكن الإنسان بقى بيتحرك بدافع المعنى، المعنى اللي هو نفسه اخترعه. ومن هنا بدأ الطريق للحضارة، المدن، القوانين، الفنون والعلوم. كل ده جذوره راجعة للحظة اللي الإنسان فيها قدر يتخيل حاجة مش موجودة ويقنع غيره إنه يصدقها. ثورة الإدراك كانت نقطة اللا عودة. بعدها الإنسان ما بقاش مجرد كائن بيحاول يعيش، بقى كائن بيحاول يسيطر ويفهم ويعيد تشكيل العالم على مزاجه الشخصي. وده اللي فتح الباب لكل اللي جاي بعد كده: الزراعة، الدول، الإمبراطوريات،
العلم والتكنولوجيا. ثورة الإدراك هي اللحظة اللي فيها الإنسان كسب المعركة، مش بعضلاته لكن بعقله وبقصصه. النقطة التانية الثورة الزراعية. بعد ما شفنا إزاي الإنسان كسب المعركة الأولى بعقله وخياله، دخل في مرحلة جديدة، مرحلة غيرت شكل حياته اليومية وعلاقته بالطبيعة والمجتمع. المرحلة دي اسمها الثورة الزراعية. الثورة الزراعية حصلت من حوالي 10,000 سنة، وفيها الإنسان قرر ياخد قرار مصيري، إنه يبطل صيد وجمع ثمار ويستقر في مكان واحد لزراعة الأرض. لأول وهلة القرار ده شكله منطقي جدا، أكل أكتر، استقرار، أمان، مستقبل أوضح. لكن هيراري بيشوف الموضوع من زاوية مختلفة تماما، لدرجة إنه بيوصف الثورة الزراعية إنها أكبر خدعة في تاريخ البشرية. قبل الزراعة الإنسان كان صياد وجامع ثمار، عايش في مجموعات صغيرة، بيتنقل من مكان لمكان حسب الموارد، بياكل أكل متنوع زي اللحوم والأسماك والفواكه. حياته كانت متعبة بس جسمه قوي وصحته أحسن وساعات شغله أقل. لكن لما دخلنا الزراعة حصل العكس، الإنسان بقى مربوط بالأرض، زرع قمح وشعير واعتمد على نوع أو نوعين أكل بس، ممكن يكونوا أعلى في السعرات لكن أفقر غذائيا. وبدأ يشتغل أكتر بكتير، يعني بدل ما الإنسان كان بيشتغل شوية ويستمتع بحياته، بقى عبد لدورة المحاصيل. وهنا النقطة المهمة اللي بيشدد عليها هيراري، الزراعة خلت المحاصيل تسيطر على الإنسان، مش الإنسان هو اللي سيطر على المحاصيل. القمح محسنش حياة البشر، لكن البشر كرسوا حياتهم لخدمة القمح. الميزة الوحيدة الحقيقية للزراعة إنها زودت عدد البشر مش جودة حياتهم. ناس أكتر لكن كل فرد حياته أصعب، ومع الاستقرار بدأت تظهر مشاكل جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. أول مشكلة كبيرة كانت الملكية، الأرض بقت ملك حد، وده خلق لأول مرة فكرة الغني والفقير. في مجتمعات الصيد الموارد كانت مشتركة نسبيا، لكن مع الأرض في ناس امتلكت أكتر وناس ما لقتش حاجة. ومن هنا بدأت الطبقات الاجتماعية. مش بس كده، الزراعة خلت المجتمعات تكبر، والحجم الكبير ده احتاج لتنظيم، فبالتالي احتاجنا لسلطة، والسلطة احتاجت لقوانين تنظمها، والقوانين كانت في حاجة لناس تنفذها. يعني ببساطة الدولة بدأت تتشكل، لكن التمن كان كبير. الإنسان الزراعي اشتغل أكتر، أكله كان أقل تنوع، أصيب بأمراض جديدة وبقى عرضة للمجاعات لو المحصول فشل. والمفارقة هنا إنه لو رجعت بالزمن وسألت إنسان اللحظة دي تحب ترجع للصيد، غالبا مش هيوافق. ليه؟ لأن الزراعة كانت فخ تدريجي، كل خطوة لوحدها كانت تبدو منطقية، بس في الآخر لقينا نفسنا محبوسين. البشر مقرروش الزراعة في اجتماع عام، الموضوع حصل ببطء، قرار صغير فوق قرار صغير، لحد ما الرجوع أصبح مستحيل. ومع الوقت بدأ الإنسان يبني حياته كلها حوالين الأرض، بيته، أسرته، هويته. وبكده الحرية اللي كان بيتمتع بيها الصياد اختفت تماما. الزراعة كمان غيرت العلاقة ما بين الإنسان والزمن. قبل كده الوقت كان مفتوح، النهاردة ناكل بكرة نتحرك، لكن مع الزراعة الوقت بقى دورة ثابتة، زرع، حصاد، تخزين، انتظار. الحياة بقت روتين والضغط زاد، ومع زيادة عدد البشر بدأت المجتمعات تحتاج لأنظمة أكبر، إدارات، جيوش، ضرايب، وده مهد الطريق لظهور الإمبراطوريات. يعني باختصار الثورة الزراعية خلت الإنسان أكتر في العدد لكن أقل في الحرية وأكتر في الإرهاق. لكن لازم نقول إنها كانت خطوة لا رجعة فيها، ومن غيرها ما كانش هيبقى فيه مدن ولا دول ولا حضارة بالشكل اللي نعرفه النهاردة. السؤال المطروح هنا، هل التقدم دايما معناه تحسن حياة الفرد، ولا أحيانا بيكون توسع النظام على حساب الإنسان؟ السؤال ده هيكمل معانا في كل اللي جاي. لحد اللحظة دي احنا شفنا ازاي الإنسان كسب المعركة الأولى بعقله في ثورة الإدراك، وازاي الخيال واللغة خلونا نطلع من منطق البقاء ونبني قصص وحضارات. وشفنا كمان ازاي الثورة الزراعية غيرت شكل حياتنا للأبد،
إزاي الاستقرار جاب معاه أكل أكتر بس حرية أقل، وإزاي الأرض ما بقيناش إحنا اللي نملكها، لكن في أوقات كتير هي اللي ملكتنا. الإنسان دخل طريق مفيش فيه رجوع، طريق المدن والقوانين والطبقات. التقدم ما كانش مجاني، كان ليه تمن، والتمن ده كان حرية الإنسان. في الجزء الجاي هنشوف إزاي البشر بدأوا يتوحدوا عن طريق الفلوس والإمبراطوريات والدين، وإزاي القصص اللي اخترعناها بقت أقوى من الحقيقة نفسها. لو الفيديو ده خلاك تفكر، سيب رأيك في الكومنتس واشترك في القناة عشان نكمل الرحلة سوا.